ما توديش ابنك حضانه، ما توديش ابنك حضانه. Bonjour, je m'appelle Mademoiselle Yasmine, je suis professeure de français English expérimental Omar ibn Abdelaziz de français en langue. Vous êtes Mr. عمر الجوهري. هلو احنا حضانه عمر بن عبد العزيز التجريبيه الفرنسيه لغات، وزي ما سمعت البروف وهي بتقول لك احنا مين. باختصار كده يا جماعه الفتره دي في او كذا بتتكلم ان انت ما توديش ابنك حضانه. ليه المفروض تودي ابنك حضانه وليه ما توديش ابنك حضانه؟ اول حاجه السيده الفاضله بتتكلم فيه ان هم بيضربوا الاطفال، وان الاطفال ما بتاكلش سندوتشاتهم، وبالعكس السايب والدادا بياخدوا السندوتشات وبيرموها، وقبل ما الام تيجي بدقيقتين بيغسلوا وشهم بيقولوا للام معلش اصل كان نايم. طبعا مفيش الكلام ده خالص. اول حاجه يا جماعه انت حضرتك بتختار المكان المناسب ليك. انت عايز تعلم ابنك احسن تعليم باقل سعر برضه. Bonjour mesdames et comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme ci comme ça. Bonjour mes amis comment ça va? مفيش مشكله، سرش كتير يا مان. احنا بفضل الله احنا عندنا بيبي سيتر على اعلى مستوى، ان هي مهتميه بس باللانش بوكس بتاع ابنك. رقم 2 انا ما عنديش نوم خالص، انا قاعد هنا في المكان شغلانتي الشاغل والوحيد ان انا ابص على المدرسات وابص على الاطفال. لكن يا جماعه موضوع ان انت ما توديش ابنك حضانه ده، الام كده اتقرصت من مكان فراحت منزلاه عادي جدا وقلت لك ما توديش ابنك حضانه. لكن يا جماعه الحضانه مهمه. اول حاجه مهمه فيه ان انت لو ما نزلتش ابنك الشارع ابنك هيجيله توحد في البيت، فلازم ينزل حضانه عشان يتعامل مع المدرسات ويتعامل مع اطفال في سنه. تاني حاجه بينمي مهاره الطفل، توعيه الطفل، يتعلم حاجه مفيده، بيلعب وبيرقص. ده بالنسبه للسن اللي من 2 لحد 3 سنين ونص. اما من سن 4 سنين لحد 6 سنين فاحنا باختصار كده بنخلص الموضوع معاه في ان احنا بنحاول نذاكر له. عارف ليه؟ عشان احنا عايزين ابنك يحب الحضانه. تعالوا عندنا حضانه عمر بن عبد العزيز في منيا القمح، مرحبه بكل الناس وبتقول لك ودي ابنك حضانه وعلى ضمانتنا، وانا جاهز لاي حد يجي يقدم عندي وينزل على السوشيال ميديا يقول لك ما توديش ابنك حضانه. بالعكس هتيجي تقدم عندي هتقول كلمتين بس ربنا يبارك لهم وودي ابنك حضانه بقوه، لان حضانه عمر بن عبد العزيز مختلفه عن كل الناس. سلام.